تشوف هندسه كده مثلا تسال انت دخلت هندسه ليه؟ فيقول لك عشان بابا. بقيه الحاجات انا مش مهم، ان شاء الله هتجيلك هندسه. طب يا جماعه لو ما جاتش يعني خلينا نشوف يمكن ما تجيش. لا 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 ان شاء الله هتيجي وبتاع. اكتب اي حاجه، اكتب بقى هندسه اسكندريه، هندسه القاهره، هندسه اسيوط، اكتب كل الهندسات. اي حد بيقرر ان هو يغير مجال شغله بياخد مغامره ان هو مش هيكون لاقي فلوس. انا بقالي 4 سنين شغال في السينما، كنت قبل كده شغال في الصحافه. قررت ان انا اسيب الصحافه تماما وهلجا للسينما بس. احسن وقت تغير فيه كاريرك وانت مش مرتبط، وانت بطولك، ما وراكش عيال، ما وراكش جواز. المغنيين مثلا، المغنيين والشعراء في مصر فعلا بحس ان مشكلتهم، يعني معظمهم عشان ما نعممش، يعني بحس ان مشكلتهم يعني في اغنيه في 140,000 واحد سامعها على اليوتيوب بتقول يلا 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 ارجع يلا يلا ارجع يلا 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 ارجع يلا 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 ليه؟ فاحنا عندنا الجرأة، أول حاجة لازم الجرأة في الاختيار، تاني حاجة never stop working. كل المناهج بتاعت السينما في اي تخصص كان او المسرح او الموسيقى او اي حاجه، كل المناهج بتاعتها موجوده على الانترنت. فاللي عايز يبدا لازم يذاكر كويس جدا ويكون عارف هو هيبدا يشتغل ازاي، عشان المذاكره هي اللي تخليه تعرفه الخطوه اللي جايه هتكون عامله ازاي. لما تسيب الكارير انت هتسيبه عشان متضايق، عشان محبط، عشان ديبرست شويه، عشان مش شايف نفسك في ده. فده اكبر موتيف عندك ان انت مش عايز ترجع لده.